الكهربائيه اللي احنا خدناها في كده. وفي عندي الاخطاء، عندي في حاجه اسمها اخطاء ميكانيكيه. الاخطاء الميكانيكيه احنا قلنا احنا ما بنصلحهاش، الواحد بتاع مفرده بيعمل لي عمليه تصليح الاخطاء الميكانيكيه. انما انا عندي في حاجه اسمها اعطال كهربائيه. انا بعمل عمليه اعاده اللف بناء عن اي عطل موجود معايا من الاعطال الكهربائيه. واظن كلنا احنا عارفينه. قولهم لي. الاعطال الكهربائيه. كسر سؤالين ديناميات، كسر بتاع. انا بقول اعطال كهربائيه. ايه هي الاعطال الكهربائيه؟ واحده تقول. مش احنا قلنا الاعطال الكهربائيه افضل انتوا ايه؟ طبعا بعد الملفات انهيار الماده العازله. واحده تقول. قولي. انت مرتبكه ليه؟ حد مرتبكه يعني؟ قوم قولي. واحده تقول. قول يا نادي. وايه كمان؟ انا عندي في الاعطال الكهربائيه انهيار الماده العازله اللي هي الورنيش. رقم 2 قطع في احد الملفات. رقم 3 اتصال احد الملفات ببعضها. رقم 4 اتصال احد الملفات بالهيكل الخارجي اللي احنا بنقول والدتك بتقول عليه ان الغساله بالكهرباء. دي بنقول عليها اتصال احد الملفات بالهيكل الخارجي بتاع الموتور. واي عطل من الاعطال الكهربائيه اللي موجوده عندي ديت بعمل عمليه اعاده اللف للموتور. اعاده اللف اول حاجه بناخدها بنقول عليها اخذ البيانات الخارجيه، واحنا عارفين البيانات الخارجيه. ايه هي البيانات الخارجيه اللي موجوده؟ قولي. 1 نوع المحرك، 2 تيار، 3 القدرة، 4 اسم البلد المنشأة، 5 إذا كانت وزن 1 أو 3 أوجه، ونوع التوصيل الضغط والفرق. ماشي. أول حاجة بنقول عليها البيانات الخارجية. أول حاجة بنقول عليها نوع المحرك 3 أوجه ولا وجه واحد، نوع التيار تيار متغير ولا تيار مستمر. بعد كده بقول القدرة بتاعتي، بقول التردد، بقول الضغط، بقول شدة التيار، معامل القدرة، البلد المصنعة. الكلام ده كله أنا باخده من حاجة اسمها البيانات الخارجية. بعد كده بشوف الروزيتا بتاعتي متوصلة على حسب نوع التوصيل، بعمل عملية تدوينة في النوتة بتاعتي أو في الكراسة بتاعتي. أنا خدت البيانات الخارجية بتاعتي بعمل عملية فك المحرك. فك المحرك قلنا أول حاجة بفك الغطاء بتاع المروحة، بعد كده بفك المروحة، بعد كده وضع علامات على الغطاءين الجانبيين يكونوا مختلفين. قلنا الغطاء مثلا لمة اليمين بعمل له علامة هو الهيكل، بعمل مثلا علامة واحدة. الناحية الثانية على الغطاء الثاني بعمل علامتين عشان أعمل عملية تغيير ما بين الغطاء الأولاني والغطاء الثاني. أنا عملت عملية الفك، بشيل العضو الدائر من العضو الثابت. بعد كده بعمل عملية أخذ البيانات الداخلية اللي موجودة جوه المحرك اللي هي من الملفات القديمة. حد يعرف يقول لي ايه هي البيانات الداخلية اللي موجودة؟ الصلة بس. قولوا يلا.